اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكونفيتير ديال المشماش، واللي بغى يشوف الطريقه والمقادير كنتمنى منه يدخل الفيديو كامل ويشوف الفيديو من الاول حتى الاخر ويتبع النصائح، وغادي ينجح معكم 100%. كتشوفوا المشماش ديالنا كيجي داير، كيجي معسل وكيجي رائع البنات وكيجي اقتصادي، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا كاملين ملاح وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه جديده، غادي نشارك معكم الكونفيتير ديال المشماش، وهكا غادي تشوفوا معايا الطريقه والمقادير كيفاش نصاوبوا المشماش ديالنا باش يجينا زوين ويجينا بحال تاع المحلات اللي كنشريوه. كيجي رائع البنات وكيجي غزال، وكنتمنى منكم تتبعوا الطريقه وتكملوا لا فيديو حتى الاخر. وهنايا المشاهدين ديالي كما راكم تشوفوا انا عندي 2 كيلو ديال المشماش. كما راكم تشوفوا انا جبتها وغسلتها ونقيتها ونشفتها على هذا الشكل هذا، وغادي نبداو نحيدوا لها العظم اللي فيها. كما راكم تشوفوا نحلو هكا ونحيدوا لها هذا العظم اللي فيها لداخل، نديرو غير المشماش بوحدو. غادي نحاولوا معها غير شويه بشويه ونحيدوا لها العظم. من الاحسن تختاروا هذيك المشماش اللي تكون طايبه باش تجيكم الكونفيتير ديالها زوينه ورائعه. وهنا المشاهدين ديالي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونولي معكم. وهنا المشاهدين ديالي ملي نقيت الكميه كامله ديال المشماش زولنا لها العظم ديالها، هنايا غادي نضيف عليها، انا عندي 2 كيلو ديال المشماش كما قلت لكم، غادي نضيف عليها 2 كيلو ديال سنيده، وغادي نخليها هكا ندخل سنيده في هذا المشماش. يعني كل كيلو غادي نديرو فيه كيلو ديال سنيده. انا هنا عندي 2 كيلو ديال المشماش استعملت لها 2 كيلو ديال سنيده. وغادي نخليوها تعسل مع هاد السنيده ونبيتوها ليله كامله في الثلاجه حتى الغدا ليه ان شاء الله، ونولي نشاركها معكم كيفاش نطيبوها وتشوفوا معايا الطريقه ديال الطياب، وخصها تاخد حقها في الطياب مزيان. شعل ما طابت شعل ما المشماش ديالنا الكونفيتير ديالنا كيطلع زوين. هاكا المشاهدين غادي نخليها تشرب هاد السنيده اللي ضفنا لها. انا غادي نضيف لها 2 كيلو، انا مازال باقي لي كيلو، غادي نبدل الاناء. وهنا انا بدلت لها الاناء باش تاخد حقها في التعسال. نضيف لها الكيلو الاخر. وهكا غادي نخليها تعسل مزيان وتشرب هاد السنيده. شحال ما كثرتي لها الحلاوه شحال ما المشماش ديالنا ديك الحموضه ديالو ما تبقاش.
وهكا غادي نخليه يبات. وانا المشاهدين ديالي هذا هو المشماش ديالنا ملي رقدتو البارح بات ليله كامله. هانتوما كتشوفوا هنا غادي نشوف شي طنجره اللي تكون كبيره على هذا الشكل هذا باش تاخذ حقها في الطياب وتكون ثقيله. هنايا غادي نخوي فيها المشماش ديالنا. وهكا غادي ندير هاد الطيب فوق البوطه كما راكم تشوفوا، ونقص لها النار ونخليها تطبخ مزيان مزيان. وغادي نضيف لها واحد 4 حبات ولا 5 من داك العظم ديالها. انا هرسته وحيدت له هذاك اللوزه اللي تكون فيه لداخل، غادي نضيفوها هنا في المشماش باش تحيد لنا، باش تهرسنا ديك الحموضه ما تبقاش. ومن بعد من الطيب نحيدوها ما نخليوهاش باش تحلنا في المشماش باش ما تعطيناش المروره. وهنايا ملي بقى يطبخ لنا المشماش كما راكم تشوفوا غادي يبقى يطلق واحد الكشكوشه هنا. هاد الكشكوشه حنايا باش ما تعذبناش في الطياب غادي نستعمل لها واحد المغرف ديال الزبده، نوع الزبده اللي كانت عندكم. انا هنا استعملت ليليا كما راكم تشوفوا. هنا غادي نستعمل مغرف بحال هكا وغادي نستمر مع التحراك. هاد الزبده هي اللي غتحيد لنا هاد الكشكوشه باش ما تعذبناش في الطياب. وغادي نقصلو النار على نار مهيله ونخليه يطيب مزيان حتى يطيب لنا. نشوفوا الكونفيتير ديالنا نحسوا به تعسل وحمار، ديك الساعات نطفيو عليه البوطه. وهنا المشاهدين ديالي هذا هو الكونفيتير ديالنا كما تشوفوا هكا على هذا الشكل هذا. هو بدا يعطي اللون ديالو وبدا يعقد. وديك الكشكوشه هانتوما كتشوفوا ملي درنا الزبده ما بقاتش. هذا هو اللون اللي غادي نحصلوا عليه ملي يطيب الكونفيتير ديالنا كما راكم تشوفوا. هنايا في هذه المرحله غادي نطفي عليه ونخليه يبرد مزيان. وهنا المشاهدين ديالي هذا هو الكونفيتير ديالنا بعد ما طاب وخليته برد. هانتوما كتشوفوا ما نحتاج لا نطحنو لا والو. انايا خديت المشماش كان طايب وملي طاب الكونفيتير ديالنا جا مطحون بوحديتو. هانتوما كتشوفوا انا ما طحنتو ما حتى شي حاجه. وهكا المشاهدين ديالي كاين اللي يفضل هذوك الطريفات ديال المشماش يبقاو له هكا ما مطحونينش يخليه هكا. انا خليته هكا، فضلت نخليه هكا. نحيدو له غير هاد اللوز اللي درنا تاع المشماش، هاد الحبيبات هادو كاع نحيدوهم هكا. هنا هانتوما كتشوفوا الكونفيتير ديالنا كما راكم تشوفوا جا رائع وجا مزيان. الطريقه ديالو سهله وبسيطه، كنتمنى تجربوا هاد الطريقه اللي صوبت معكم راه تنجح معكم 100%. هنا غادي نشوفوا شي كريعات نتاع الزاج كما هكا نتاع الكونفيتير، وغادي نعمروه هنا في القريعات ديال الزاج. بسم الله. ونسدو القرعه مزيان مزيان هكذا غادي يبقى لنا مده طويله. وغادي يعطينا كميه كبيره ماشي كيما نشريوه من المحلات كنشريوه غالي. هنا غادي يعطينا الدوبل ديال باش نشريو قرعه واحده. هانتوما كتشوفوا نعمروه في القريعات ونسدو عليه وراه يبقى معنا مده طويله ونحتفظوا به في الثلاجه هكا باش ما يخسرش معنا الكونفيتير ديالنا.
وتبعوا هالطريقة وهالنصائح اللي عطيتكم راه غادي ينجح لكم كما قلت لكم.